اللي بتعمله مع أولادك حاجة عظيمة فعلا. بتوفر لهم أحسن أكل، أحسن لبس، أحسن دكاترة، أحسن حياة ممكنة. دي رعاية فوق الممتاز، وده واجبك وبرضه واجبك كأم. لكن خليني أقول لكم حاجة، الرعاية لوحدها مش كفاية. الولاد مش زي العربية بتحتاج صيانة دورية وخلاص، لا، هم محتاجين أكتر من كده. أيوة، محتاجين التربية. التربية هي اللي بتدي معنى لكل اللي بتقدمه ليهم. التربية مش مجرد اعمل كذا وما تعملش كذا، إنما هي بناء القيم والأخلاق والعقل اللي هيشتغل لو أنت مش موجود. علماء النفس بيقولوا إن تطور الطفل النفسي والاجتماعي بيلزمه إن أنت تبني له الثقة وتوجهه وتزرع فيه قيم ومبادئ من وهو صغير. الحاجات دي كلها هي اللي بتساعد طفلك إنه يتنقل من مرحلة لمرحلة بسلاسة. الرعاية من غير تربية زي العربية الفخمة من غير موتور، شكلها حلو قوي لكنها ضعيفة. والتربية من غير رعاية زي الموتور الكويس جدا بس في عربية مكسرة ومبهدلة. لكن لو جمعت الاتنين مع بعض هتخلق جيل مش بس يحبك ويحترمك ويبوس ايدك على كل اللي عملته له، لكن كمان هيفتخر بيك ويحكي عنك بسعادة لكل الناس في كل مكان وفي كل زمان. الأولاد مش هيفضلوا صغيرين للأبد، هيجي يوم ويكبروا وكل اللي عملته معاهم هيعيش فيهم على طول. التربية مع الرعاية هما الاتنين مع بعض الوصفة السحرية عشان ابنك أو بنتك تنجح وتعدي المرحلة أفضل. عشان كده بقولك احسبها صح واعمل ليهم الصح عشان تسيب فيهم أثر يدوم مدى الحياة.